حلو ساخين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنهضروا على الثقة في النفس. الثقة في النفس، اولا باش نعرفوا شنو هي الثقة في النفس خصنا نشوفوا الضد ديالها شنو هو ستريس، خوف، توتر، عدم الثقة في النفس، الاحساس بالضعف والضعف. هادو هما اللي غنقولوا، هادو هما اللي كيجوا مع عدم الثقة في النفس. يعني باش نتخلصوا من هاد المشاكل وتكون عندنا ثقة في النفس، ضروري ما نتخلصوا من التوتر والخوف وهذا الشيء اللي قلنا دابا. اول حاجه كتخلي الشخص يكون واثق من نفسه هي التجارب اللي عنده، التجارب اللي دوز في حياته هي اللي كتبني ليه الشخصيه ديالو. التجارب اللي دوزتي في حياتك، مثلا كنتي لاعب كره قدم، البيوت اللي ماركيتي هما اللي غيخلوك واثق من نفسك. نهار تمشي تلعب مع شي فرقه كتقول لهم انا واثق من، كتقول لهم انا غادي نماركي، لانك انت التجارب ديالك الشخصيه هما اللي استفدتي منهم وتاكدت بانك انت قادر دير هذيك المهمه. يعني الثقه في النفس ما هي الا تجارب دوزتيها حتى وليتي خبير فيها، وليتي كتثق في راسك انك ديرها بكل سهوله. لذلك حنايا هنا الناس اللي ما عندهمش تجارب، الناس اللي ما قدروش يكونوا تجارب في حياتهم او لا يلاه بادين، حنايا غادي نحاولوا نلخصوا لهم شي امور اللي الا ركزوا عليها غادي يكتسبوا الثقه في النفس. لذلك تبعوا معايا حتى الاخر، ما تزقلوا حتى شي كلمه باش ما يمشيش هاد التعب ديالي سودان. غنهضروا على الجرأة والشجاعة. الجرأة والشجاعة كيجيو مرادفين، الجرأة والشجاعة يعني تنطيحة في المغرب. هاد الجوج كيفاش تكتسبهم؟ كيفاش انك تكتسبهم؟ مثلا الجرأة انك تكون جريء، انك تعبر على الرأي ديالك بكل اريحية. مثلا حاجة ما عجبتنيش ندخل في بنادم طول العرض نقول هذه ما عجبتنيش، في الاول غادي تخاف وهذا، ولكن كما قلت لك التجربة دقة بدا بلي زيتاب الصغار ودوز لي زيتاب الكبار. اي حاجه ما عجباتكش، اي حاجه بانت لك ما كتستاهلش، غادي تدخل وغادي تحبس هذيك المهزله. مثلا شي واحد عرض عليك شي حاجه، مثلا شي حد استخرك تجيب لي شي حاجه، بكل جرأة خصك تقول ليه لا الا كنتيش ما مرتاح انك تجيب هذيك الحاجه. من هنا كتبدا تبان القوه ديال الشخصيه ديالك، من هنا كتبدا تكتسب الثقه في النفس ديالك. انسان قاري كتب غالبا كتلقى عنده واحد الثقه كبيره. علاش؟ لان ذاك الكتب شنو فيهم الخلاصه ديال واحد التجربه ديال واحد الكاتب، وديال واحد الكاتب اخر، وديال كاتب اخر، وديال كاتب اخر. كتلقاه جامع بزاف ديال التجارب بلا ما يجربهم هو شخصيا، اكتسبهم غير عن طريق القراءه. يعني انت الا قدرتي تتبع الكتب غادي تجيب هذوك التجارب ببساطه، بلا ما تحتاج انك تمشي تدير دوك التجارب اللي دار داك السيد. بمجرد انك قريتي كتب ولا روايات تكتسب منهم الثقه في النفس. ندوزو للحاجه الاخرى، التكلم ببطء. تهضر بشويه، الا كنتي كتهضر بشويه الناس كتركز معاك، واخا يكون الكلام ديالك تافه الناس كتركز معاك. الا كنتي زربان في الهضره هذا كتعطي اراء ديالك مشتته وهذا، حتى واحد ما كيركز معاك واخا يكون الهضره ديالك مفيده. علاش؟ لان التكلم ببطء كيخلي الشخص اللي مقابل معاك يتوهم انك انت عندك واحد القدره خارقه على الثقه في النفس. هنا علاش كنقول لكم راه الثقه في النفس وجميع اسرار الحياه ما هم الا خداع وشكليات ظاهريه. ما تحتاجش مثلا تدخل معهم عقلك بزاف وتفكر بزاف وهذا، يكفي انك تخدم عقلك وغتعيش مخير. ندوزو اللي موراها، اللباس يا ساده، اللباس يا ساده الهندال كما كتشوفوا، كرافاطه كلاس. انا ديما هكا، انا خدام في لوطيلي، خدام في لوطيل مجال ديال السياحه. كرافاطه وهاد اللبسه هادي راه حاجه عاديه عندي انا. يقدر البعض كيتحب ليه انايا كنتعيق عليه ولا شي حاجه، ولكن انا هكا كنبوستي لا وسط لوطيل، هكا كنكون مع الناس في الخدمه. لذلك خلوني مني انا.
دابا نهضروا عليك انت. اللباس انا ما كنقولش لك لبس كرافاطه وكومبلي اخر مكان ولا شي توكسيدو بقى دور بها وسط الدرب ديالكم. اكيد غيضحكوا عليك ولا الدرب وما تجيش في، ولا كاع ما ضحكوش عليك انت براسك غتلقى راسك علاش غتسول علاش انا لابس هاد التوكسيدو في هاد الجو اللي ماشي ديال الافراح، ماشي شي حفله، ماشي شي حاجه تستاهل شي عراسيه شي. لذلك اللباس ديالك خصك تختار اللباس ديالك المناسبات ديالك. اللباس ديالك بلاصه محترمه خصك تلبس بلاصه حوايج محترمه. غادي كلاس خصك تمشي تلبس كلاس. غادي مع الناس كلاس ضروري خصك تمشي تلبس كلاس. ماشي انت غادي مع الناس كلاس وانت لابس لهم حلومه وداكشي صندالات الصباع وداكشي. في لكل مقام مقال، لكل بلاصه خصك تمشي لابس حوايج. ولكن الاهم من هذا الشيء انا ما غاديش نوريك كل بلاصه كل هذا شنو تلبس ليها الجام لبس ليه فوقيه وهذه. انا ما جايش ندير لك هذا الشيء نوريك كيفاش الثقه في النفس عندي انا اللي كنت هو كيفاش نتايا ثق انت في راسك. لذلك غنقول لك تلبس الحوايج اللي انت مريحه عندك انت، اللي كتريحك انت وكتحسك بانك واثق من راسك. ملي كتلبس هذوك الحوايج كتحس بان الناس كيحترموك. هذوك حوايج كنصحك الا ما عندكش دبر عليهم، قلب في وسط الحوايج، ما تبقاش تشري حوايج اللي ما كيناسبوك، شري حوايج كيناسبوك. جرب تلبس الانيق، جرب تلبس القوانج، جرب تلبس المونطوات، جرب تلبس الكلاس شوف واش كيناسبك. جرب تلبس كاجوال، جرب تلبس ستريت وير اوتفيتس. جرب بزاف ديال الحوايج باش تلقى الستايل اللي كيناسبك انت. ولا لقيتي الستايل اللي كيناسبك هنا هنيتينا معك، غادي داك الستايل غادي يعطيك واحد الثقه في النفس، غادي يخليك ديما يونيك وسط صحابك وغيعطيك الثقه في النفس. ندوزو الحاجه اللي من بعدنا الرياضه. الرياضه كنقول الرياضه، والرياضه كلمه كبيره بالنسبه لي، كلمه كبيره ماشي سهله باش نقول الرياضه بحال هكا ومزيان. الرياضه ثم الرياضه الا كنتي كتريني فاكيد 100% بالالف انك انت واثق من راسك. الا كنتي كتريني علاش انت كتكون قلنا الثقه في النفس ملي كتحقق شي اهداف صغار من بعد اهداف كبار. هذوك الاهداف ملي كتبدا كتحققهم كتولي واثق راسك من راسك انك غادي تحققهم. لذلك هنايا الرياضه فيها هاد التشالنج، فيها هاد المنافسه. شكون اللي غيقدر يدير هاد الحركه الاول، شكون اللي غيقدر يهز هاد الثقل، شكون اللي غيدير هاد الموفمون، شكون اللي غيصبر يجري 20 دقيقه متكامله، شكون كذا. زائد التستوستيرون اللي كيطلع اللي هو هرمون الرجوله، غتكون واثق من راسك 100%. لذلك الا كنتي باقي ما كترينيش كنصحك سير تريني. الا ماشي دابا سير تريني من بعد، الا ماشي الليله بالليل غدا بالصباح بدا بالتراكسيون، بدا باي حركه راه غادي تشوف النتيجه، في الثقه في النفس. النصيحه نقدر نلوح حاجه نصائح كاملين ونقول لك سير غير تريض. الا تريضتي راك ضربتي كلشي في الزيرو، كاع داكشي كامل اللي كيهضروا عليه هو هذا غادي من الاخر غادي واثق من راسك. خصك غير ثقه في النفس. الا دفت ترينيتي ثقه في النفس صافي ديالك. ندوزو لحاجه اخرى. النقطه الاخرى هي المسلسلات والافلام. الفراجه الا تفرجتي مثلا في الفيلم ديال سوبرمان كيخلي عندك واحد الاحساس بالقوه، واحد الاحساس هذاك الاحساس راه هو الثقه في النفس. نتايا غير تفرجتي واكتسبتي ثقه في النفس، فهمتيني؟ يعني تخيل معايا انك تفرج بزاف ديال المسلسلات ويكونوا واعرين. عندك مثلا نصحك مسلسل السوت، غنكتب لكم السميه ديالو هنا ولا في التعاليق، فكروني باش نكتب لكم السميه ديالو. مسلسل السوت ديال البدلات كيهضروا هو الموضوع ديالو على المحامين وهذا. غادي تشوف كيفاش الثقه في النفس عند الممثلين ديال هذا الفيلم، وحاول تقمص ديك الدور ديالهم. شوف كيفاش كيتحركوا، شوف كيفاش كيتكلموا.
هاد الفيلم هذا بالضبط غادي ينفعك بزاف الثقه في النفس، غادي ينفعك لدرجه كبيره ما تصورش. المسلسلات والافلام هادو نوصيك بهم، حيتاش حاول تقمص الدور ديال داك الشخصيه، ما تبقاش غير كتفرج باش تفرج، حاول تقمص الدور ديال ديك الشخصيه وغادي اش نقول لك، حاول تقمص داك الدور، غتحس بانك انت هو داك الشخص، وغتولي عندك واحد الثقه عمياء، غتولي تايق في راسك. ولكن هنا كتجي لا ريزونابل، تكون واقعي. حاول ديك الثقه تسقلها، تستخدمها في البلايص اللي باغيهم، ما تبقاش انسان تايق في راسو وتلقاها تسرح وهذا. حاول تستغل هذيك الثقه في حوايج اللي غينفعوك. ندوزو لحاجه اخرى. شي وحدين كيكون واثق في راسو، كيكون ثقه سنطيحه، ولكن فاش كتبان ليه شي دريه كيخليها حتى كدوز، كتكون عاجباه ولكن باغي يتعرف عليها وما كيقدرش يوقف عليها. عندي ليها واحد الحل بسيط، اللي هو انه فاش كتشوف الدريه في الدقائق الاولى عجباتك، مثلا دارت شي جيست عجباتك ولا هذا، تسلمات عليك وعجباتك وهذا، فهاديك اللحظه هذيك نتايا قررتي انك تهضر معاها ياك. ولكن اشنو اللي كيجي من بعد داك التقرير؟ كاين شي خص يجي من نورمالمون التطبيق. انت اش كدير؟ كترجع لعقلك، كتبدا تفكر، انت واثق من راسك انك توقف عليها وتهضر عليها وتهضر معاها، ولكن بما انك بديتي كتفكر واش نمشي واش ما نمشي، غتردني ما غتردنيش، واش تكون مصاحبه ما تكون مصاحبه كدا من هنا من لهي، صافي كتبدا تدخل في هاد الدوامه ديال الاسئله، كتضيع عليك الفرصه، لانه كيبدا كيطلع عندك هرمون التوتر وكتولي متوتر وكتقفقف، وحتى لو وقفتي عليها كتخربقها كتزبلها. لذلك نصيحتي ليك المره الجايه ملي تبان لك الدريه اللي عاجباك وتواثق انها هي اللي عاجباك، يعني ماشي عار دازت ضحكات ليك صافي راه عجبك، تكون متاكد انها عاجباك، ما تخليش 15 سكون يفوت عليها هذيك اللقاء، 15 ثانيه تلح على الدريه، هضر معاها السلام، جبد الموضوع كي دايره بخير لاباس منا ملي طبر الشك. الفيديوهات اللي جايين نقدر ندوز اش تيقولوا ليه، نقدر نتعمق في هذا الموضوع، ولكن حاليا لا. كاين عندي واحد الطريقه اخرى بسيطه. الناس اللي ما عندهمش ثقه في النفس، الناس اللي كيحشموا بزاف وحشومين واش نقول لك، الناس اللي ما يقدروش يوقفوا على الناس، ما يقدروش يوقفوا على الناس، سواء دراري سواء دريات، كيكونوا حشومين بزاف. عندي لهم واحد الطريقه اللي هي في الاول بدا توقف الناس اللي معك في القسم. مثلا الا كنتي كتقرا، بدا توقف الناس اللي معك في القسم، مثلا دايز من حداك واحد الدري كتعرفو كيقرا معاك، جمع شويه ديال الشجاعه وقول السلام عليكم، ولا حلي يدك سلم عليه. الدريه كتقرا معاك، السلام عليكم كي داير بخير لاباس، مثلا داخل وكانوا جالسين الدراري ولا هذا، السلام عليكم كي داير بخير. هادوك لي جيست غادي تبقى تعاودهم حتى تولي توقف على اي واحد. مثلا في الزنقه دايز شي دري، السلام عليكم وعليكم السلام، ربي خويا شحال في الساعه، دايزه شي دريه، السلام عليك السلام، اختي شحال في الساعه، فين كيوقف هاد الطوبيس، فين كيوقف هذا، طران ططن، سولها. هاد الكلمات وهاد المجاملات في الطريق راه كيبنيو عندك لداخل، كيحيدوا لك داك التوتر ديال انني نخاف مع من غنهضر. خصك ديرها بحال التمرين، طور وسط الجرده ولي دزتي بحدا وقولي السلام عليكم، ربي شحال في الساعه، ربي كذا، ما عادش كيودن هذا، ما عادش كي هذا مع هذا، مع اسئله وصافي. المهم بنادم غيجاوبك وغادي تفتح معاه نقاشات، وتقدر تلقى راسك شي نهار وسط شي نقاش مع شي واحد وكتجمع انت وياه وليتو انت وياه صحاب. افترضوا انك وليتي واثق من راسك ياك، الا واثق من راسك وحاضر راسك بحال هكا وما مسترخيش، راه اوتوماتيكمون كتبين للشخص الاخر انك ما واثقش من راسك. يعني ان الثقه في النفس ماشي غير ثقه داخليه في النفس، وانما حتى خارجيه. كيفاش تبان للناس الاخرين انك واثق من راسك، هذه هي اهم حاجه. من بعد ما انت وليتي تايق في راسك وكتهضر مع الناس وما خايفه من والو هذا، ولكن جالس في بلاصتك وداير بحال هكا ومكيماش وهذا، هادشي ما خدامش ليك.
الا بغيتي فريمون يكون التغيير، يكون التحسن، خص الثقه في النفس ديالك تبان عندك وانت كتهضر مع الناس، وانت كتقابل الناس. شنو غنقول لك؟ اولا ملي كتكون تهضر مع شي حد تهضر ببطء. ديجا قلنا راسك هزو، ما تكونش حاضر راسك يكون مرفوع. ما تكونش جامع يديك ومدخلهم لجيابك وهذا. جلس جلسه مريحه، اعطي الهضره كيف هكا. هضر مع بنادم مني منك، فهمتي؟ ما تبقاش تشوف جنابك وهذا اون فاس، شوف ليه في عيني، دير مع الاي كونتاكت، العين في العين. ومره هرب عينك شويه. جات عينك في شي دريه، ما تبقاش تكيمش وتحلون وهذا. زقي فيها عينيك وشوف شنو طبعات. زقي عينك مزيان، بانت لك عاوتاني حضرات عينيا، بانت لك عاوتاني ردات لك، بدات تشوف فيك ثاني. نوض وقف على رجليك وبلا ما تفكر كذا كذا. حتى التفكير كما قلنا لكم وعا كيضيع عليك فرصه. وقف عليها. السلام عليكم اختي، كي دايره؟ بخير؟ لاباس؟ بخير. تشربي شي حاجه؟ هذا بغيت نجمع معاك، دوز وقيت زوين. وهي هذا قرا. حتى الا كنتي ما واثقش من راسك ياك، حاول تبين انك واثق من راسك. حاول توقف قدام المرايه، شوف راسك كيفاش داير. حاول تشوف راسك كيفاش داير. حاول تقاد لا بوستير ديالك، الوقفه ديالك، المشيه ديالك. ما تبقاش جار رجليك، ما تبقاش يديك دايرهم بحال شي زومبي. وقف معاك يديك، وقف معاك رجليك، كون مقاد. شنو غنقول لك مازال؟ هضر مع راسك في المرايه، كي داير؟ بخير؟ لاباس عليك؟ هضر مع راسك، جمع معاه باش تعرف كيفاش كتدوي، كيفاش كتكلم، كيفاش كيشوفوك الناس. وجد شي موضوع مثلا في شي في القسم، الا كنتي كتقرا وجد شي موضوع، سير قولوا للاستاذ، قول الاستاذ واش ممكن نقولوا قدام التلاميذ. اكسب الثقه ديالك في النفس بهذه الطريقه. يعني بطرق محليه، بطرق ملموسه. ماشي تبقى تحلم امتى غادي ندير، امتى ما نديرش، امتى كذا، امتى غتولي طيح ليا الثقه بالنفس من السماء. خصك تبدا تجرب. هذا الشيء اللي غنقول لك حتى لحد الساعه. اللي ما تفرجش الفيديو اللي قبل يتفرج فيه، والفيديو الجاي ان شاء الله نهضروا على حاجه اخرى. نتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو. تهلاو في راسكم. معكم كاقول الهواري. تهلاو في راسكم اخوت. بيس.